أوعدكم هاي أنجح عجينة ممكن تسووها بحياتكم مثل القطن، وراح تنجح عندكم من أول مرة وترهبوا كل المعجنات. سويت بيها فطار الأجبان، فكرة سهلة وسريعة للعشاء. لنا عجينة كوب حليب سائل وربع كوب زيت بيضة، خاشوقة أكل شكر وخاشوقة أكل خمرة، 3 أكواب إلى 3 أكواب ونص طحين بالتدريج، ويا خاشوقة كوب ملح. تعجنوها مدة 5 دقائق، واللي يضوج من البيض خلي بدله بربع كوب لبن. خليت خاشوقة أكل زبد، راح تلاحظون العجينة تقطع. ظلوا عجنوها لحد ما تتكون عجينة متماسكة. سويت صوص أدهن بيه العجينة، عبارة عن زبد وثوم مجفف وأوريغانو وبابريكا. هنا فتحت العجينة ودهنتها بالصوص اللي أنا سويته، صوص الزبد، وفوقها خليت جبن قلاصات، وممكن تستخدمون جبن كريمي. بعدين خليت جبن شيدر وجبن موزاريلا وجبن بارميزان، ممكن تستخدمون أي أجبان أنتو تحبوها. وخليت رشة معدنوس. تلفوها بهاي الطريقة، ورا ما تكملون اللف مالتها الحواف مالتها يطبقوها كل زين حتى ما يطلع الجبن. تقصوها وتخلوها بصينية الشوي، تدهنون الوجه بالبيض وتخلون عليها حبة سودة، تشوها بفرن محمي مسبقا من فوق ومن جوا. وألف عافية عليكم.